زمن الصادقين، هذا زمن الثابتين، هذا زمن المخلصين، لا زمن بائعي الدين، لا زمن المرجفين، لا زمن الخائفين. لا مكان لخائف في بوتقة الإسلام اليوم. أهل الخوف وأهل الوجل من خلق الله مكانهم مع المنافقين البائعين للدين. اللهم اجعلنا جميعا من الصادقين. واثبت لدين الله واعلم أن الأمور تجري بمقادير الله، ولن يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. وإن استطال الظلمة في باب الدنيا فانتظر أنت فضل الله في الآخرة. قلت إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك لمحكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة وإن الدعوى لا تنقضي والقاضي أحكم الحاكمين. اعلم هذا جيدا، لن يضيع حقك، لن يضيع دينك، شريطة أن تثبت لدين الله، وإن لم تثبت لن يضيع دين الله. فلدين الله رجال يخلقهم له خلقا، يرفعون رايته، يثبتون أمام أعدائه، يرفعون لواء الدين، لا يبغون إلا رضا رب العالمين. معركة الإسلام، معركة الدين، إن تخلى عنها المسلمون يديرها رب العالمين من فوق 7 سماوات. لن يهزم دين الله، لن يهزم إسلام أمر به الله. اعلموا هذا جيدا. لكن إما أن تثبت فيستعملك ربك، وإما أن تضيع فيستبدلك ربك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. في بيع الدين، في حرب الدين باسم الدين، في الترخص في الدماء، في تحريف قال الله وقال رسوله، في الكذب على الناس، في تيسير الظلم للظالمين، في كذب على الله وعلى رسوله. لما يقول كبيرهم اضرب والله معك ورسول الله معك، من قتلهم فهو أولى بالله منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا تخشى لقاء الله؟ ألا تعلم أنك ستقف بين يدي الله وحدك، ليس معك أحد؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.